السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وعواشركم بروكا بالصحة والسلامة. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نديرو شوربة ديال الحوت. نبداو على بركة الله. المقادير: غادي نحتاجو هنايا واحد نص كيلو ديال الميرنة هبرة منقية. غادي نحتاجو هنايا شامبينيون، واحد البواطة، قزبر ومعدنوس، بصلة محكوكة، 250 غرام كريفيت منقي. وغادي نحتاجو باكية ديال الفيرميسيل مرطبة في الماء ومصفية. وغادي نديرو واحد مطيشة محكوكة كبيرة. وغادي نحتاجو زيت العود مخلطة مع زيت المائدة، وهاد الصوجا واحد معلقة اللي كانت ثقيلة وجوج معالق اللي كانت خفيفة. بالنسبة للعطرية هنايا واحد شوية د البزار، سكينجبير، خرقوم، الملحة حسب الذوق، وأوراق الرند أولا أوراق سيدنا موسى. الابزار ما تكثروش فيه باش ما يجيكمش حار، تقريبا نص معلقة صغيرة، وتقريبا معلقة ديال السكينجبير محكوكة، وخرقوم راه ماشي مشكل، كيدير غير اللون والمذاق تا هو ديالو ما كيكونش مجهد بزاف. غادي ندوزو ان شاء الله هنايا ناخذ واحد الكاسرونه باش نديرو الحوت يطيب. ممكن ديروه في الفران، انا هنا كنت مزروبه درتو في الماء دغيا، وغادي نديرو يتصفى منين غادي يوجد. وعاد غادي ندوز معكم المراحل الاخرى. هنايا غادي نضيف له واحد شويه ديال الملحه، وغادي ندير له واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى اولا اوراق الرند. وبالنسبه لورق سيدنا موسى الا كانت بلديه ديروا غير وحده، ما ديروش كثر لانها مجهده، بلديه كتكون مجهده بزاف. صافي غادي نرد هذه فوق البوطه غير تغلى ونحيدها وندوز معكم بقيه المراحل. هنايا غادي ناخذ الكوكوط اللي غادي نطيبوا فيها الشوربه. غادي نديروا فيها الزيت ما غاديش نديروا بزاف، تقريبا جوج المعالق كبار حتى 3 المعالق. هنايا البصيله اللي حكيناها هكاك رقيقه، غادي نشحروها بلا عطريه بلا والو، ونكملوا باقي المقادير ان شاء الله بحول الله. هنايا غادي ناخذ لي شامبينيون نقطعهم. هنايا راه غسلتهم مزيان، صفيتهم ونقطعهم ونوجدهم حتى نبغي نستعملهم. غادي نقطعهم بالمقص اولا بالموس، المهم ماشي مشكل، انا كنفضل المقص، كيجيني ساهل على الموس. وهنايا الفيرميسيل حتى هي غادي نقطعها. بالنسبه للفيرميسيل هنا استعملت داك باكي صغير 125 غرام. اللي كتعجبو الفيرميسيل بزايد في الشوربه يدير حتى 250 غرام، ماشي مشكل، حيت ما كتخسرش زعما الشوربه، كتجي في مذاق زوينه. هنايا البصله هي تشحرات، غادي نزيدو العطريه كامله اللي قلت لكم، وغادي نزيدو مطيشه حتى هي. هنايا مطيشه راه عندي ديجا مطيباها انا، ما غاديش نشحرها، عاد نضيف باقي المقادير. غادي ندير معاها كلشي وغادي نزيد الماء، ماشي كلشي، بعد المقادير انا نكمل معكم. عندي شامبينيون هنايا، صافي نحركوهم وغادي نخلي الحوت حتى المرحله الاخيره. هنايا غادي نضيف الماء، غادي نضيف هنايا الماء، هنايا راه مغلي. غادي نضيف نصف الكميه ديال الماء، هنا الكوطره عندي ديال 6، وغادي نردها تغلي، وغادي نزيد نضيف النصف الاخر ديال الماء باش يغلى لي في مره واحده باش نكمل باقي المقادير. هنايا راه غادي نزيد الربيع، نسيت ما درتوش، القزبر معدنوس، راه هنايا نص قزبر نص معدنوس مقطع رقيق، وغادي نردها تغلي مزيان. صافي انا غادي نردها على العافيه، وغادي ناخذ الحوت اللي ديجا درتو يطيب بعد ما صفيته مزيان. غادي نحاول نحيد منو القشره اللي كتكون على برا، جليده ديال الحوت، ونقيه مزيان من الشوك، نرد البال مزيان من الشوك، ومن الاحسن نقيوه ونعاودو نقيوه. هنايا المرنه راه ما كنقطعش طراف صغار، كنحاول نخليها طرف شويه كبار، ماشي كبار بزاف ماشي صغار في نفس الوقت، لان مش غادي نديرها في الكوكوط وغادي نبدا نحرك، راه كيزيد يتقطع الحوت. المهم هنا كنرد البال مزيان للجنيبات ديال الحوت والوسط باش ما يكونش فيه الشوك نهائيا، وفي نفس الوقت كنحيد داك الجليده اللي كتكون في الوجه باش ما تعطيناش مذاق خايب في الحوت، حيت في الشوربه ما كتجيش زوينه، ماشي بحال في المقله. المهم هنايا غادي نرد البال مع الشوك ونحيدو كامل.
بالنسبه للحوت راه ممكن تستعملوا اي حوت ابيض، انا كنفضل الميرنا حيت كتكون ديما موجوده، ولا الكولا ما يسمى بالكولا تيقولوا لها الكولا، كتكون كبيره كتكون مهبره، كتجيني ساهله وفي نفس الوقت موجوده الثمن ما كتكونش غاليه بزاف. ما حنا عندنا هنايا كتكون ما بين 30 درهم حتى 50 درهم الكيلو، فاش كتكون رخيصه كتكون 30 درهم 35 40 حتى 50 درهم ماكسيموم ديالها. في رمضان كتكون زايده شي شويه ولكن ماشي مشكل، راه ما كنستعملوش بكميه كثيره، ممكن نستعملو غير نص كيلو، ولكن نص كيلو من حتى الكيلو الا 4 حيت هنا درت كوكوط كبيره. اما بالنسبه لي غادير كميه قليله راه غادي ندير غير بياسه وحده متوسطه. صافي هنايا غادي نكمل الحوت مزيان، راني غادي نقيه وغادي نعاودو باش ما نخليش فيه الحوت، ونرجع معكم باش نكملوا باقي المقادير والطريقه ديال الشوربه. انايا هاني وجدت الحوت منقي مزيان، راني عاودته وغادي نجيب الكوكوط من بعد ما غلات. راني زدتها الماء هنايا كما قلت لكم، زدت نصف اخر د الماء. غادي هنايا غادي ندير الحوت كروفيت، غادي نديرو مع الميرنا اللي نقيت. هاد الشوربه هادي راه تقريبا ما كتحتاجش بزاف د الوقت الا كانوا عندك المقادير واجدين. صافي هنا الميرنا غادي نضيفها كامله، وهي كل ما كان فيها الحوت كتير كل ما كتجي زوينه. غادي ندير هنايا فيرميسيل قطعتها، وكما قلت لكم اللي بغات دير كنور ديال الحوت ممكن ديرو، ولكن هنا راه الحوت كيعطي المذاق كافي ما تحتاجوش. وبالنسبه للون اللي كتبغي مطيشه راه ممكن دير واحد الملعقه د مطيشه ديال المعلبه مطيشه كونسونطري، اللي بغات ديرها ممكن ديرها. انا كتعجبني هكا بلا مطيشه، كنفضل ما تكون فيها المذاق د المطيشه ناقص باش المذاق د الحوت يبان، باش ما تغطيش على مذاق الحوت. غادي نردها هنايا تغلي مزيان وغادي نكمل باقي المقادير. هنايا بالنسبه للمرحله الاخيره كندير هنايا اما النشا مع الماء وكندور بها الشوربه، اولا تندير الفورس على حسب الموجود. انا هنا ما استعملتش بزاف الفورس، ما كانتش عندي نشا، درت 3 المعالق ديال الفورس كبار حيت كتعجبني تكون خفيفه، ما كتعجبنيش تكون ثقيله. واللي كتعجبو تكون ثقيله اولا بين وبين راه ممكن تزيدوا. انا استعملت هنا 3 المعالق كبارين ديال الفورس مع الماء باش غادي ندور معاهم الشوربه. صافي هنايا غادي نديرها، هذه المرحله الاخيره نبقى نحرك باش ما يسقليش الفورس لتحت، وغادي نردها تغلى مزيان. السجه راني ديجا ضفتها واخا ما قلتلكمش. هنايا بعد ما غلات الشوربه هي واجده. الفيرميسيل ما درتش انا بزاف كثيره بزاف، يبان الحوت كثر من الفيرميسيل. اللي بغات تكثر الفيرميسيل كما قلت لكم ممكن ديروا 250 غرام، راه كتجي في المذاق زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها وكنتمنى تعجبكم، وما تنساوناش من التعاليق ديالكم الزوينه، واللي ما مابونيش مرحبا به. وبسلامه عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله بحول الله، وصفه جديده وعواشركم مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحيحه والسلامه والهنا. الى اللقاء.